بعد ما عرضنا الجزء الأول من القصة الرسائل ما وقفتش، ولحد دلوقتي بين مؤيد ومعارض، ناس بتأكد كلام الشاهد وناس تانية بتقول إن احنا مدفوع لنا وهو لو صادق كان مخبي وشه ليه، وإننا لجان إلكترونية واتهامات كتير تقدروا تقروها بنفسكم في تعليقات الحلقة ديت. في ناس قالت علينا ذكاء اصطناعي، ورغم كل حاجة الشاهد قرر يكمل متحمل المسؤولية كاملة رغم إن الموضوع ما فيهوش غير وجع دماغ، لكن قرر يكمل، قرر يواجه، قرر يظهر بوشه ويتكلم من غير تردد لأنه عزم على كده من البداية. المرة دي قال مش هسيبهم يكملوا في الضلمة. أول حاجة عايزين نعملها نحن نلغي كلمة الشاهد ونكتفي باسمه الأولاني. شاهدنا اسمه ربيع، لأني بجد فخور بالراجل ده. واحد على قد حاله رفض أي عرض اتعرض عليه رغم ظروفه. الراجل واقف لوحده بطوله، معهوش غير ربنا، واللي معاه ربنا فعلا ما بيخافش. عارف إن الموضوع فيه مشاكل وتهديدات وأصر على المواجهة. أي حد فينا يتخيل نفسه مكانه كان هيحس قد إيه إحنا واقفين قدام بطل حقيقي قرر يفضح كل المتورطين. ربيع في رسالته للمعمل وللدكتور وللمستشفى بيقول مش هسيبكم. اللي عملتوه فيا وفي غيري مش جريمة واحدة، ده مسلسل من الجرايم. مش بس خدتوا منا عضو، خدتوا من ناس حياتها وأملها وكرامتها. وربيع المرة دي مش واقف لوحده، المرة دي قرر يتضامن مع مروة يسري اللي بتواجه نفس الشبكة ونفس الأسماء ونفس الأسلوب. ربيع قال أنا بدعم مروة يسري وبقول لها أنت مش لوحدك، ولو حاولوا يضغطوا عليا أو عليكي إحنا اللي هنضغط. الحق مش بيتجزأ ولا بيخاف من النور. ودلوقتي مع بطل حلقتنا، اسمعوا واحكموا بنفسكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انتوا عاتبتوا الأستاذ اللي هو طلع فيديو بتاع شوية عجل على أساس إني ما طلعتش بوشي. لا، أديني طلعت بوشي. أنا صاحب العلاقة اللي طلعت وقلت إني بعرف المختبر وبعرف الدكتور اللي عمل العملية والمستشفى كمان اللي عملت فيها العملية. فعلا قلت إني أنا ماليش أي علاقة بالفنانة وفاء عامر، لأن فعلا أنا لا عمري شفتها هناك ولا لي أي علاقة بيها ولا أعرف حد. ولكن اللي خلاني أتكلم وأقول إن وفاء عامر بريئة بعد ما دورت في الموضوع على أساس إني كنت عايز ورق من الأشعاعات من نفس المعمل اللي خد مني عينة الدم. وبعد أسبوعين اتصل عليا على أساس إن عينة الدم تطابقت مع عينة دم واحد اسمه عمر. أكيد هو سمعني ويا رب يشوف الفيديو دلوقتي. يعني أنا عصبتني أوي التعليقات للراجل المحترم اللي هو وقف جنبي وساندني، اللي هو أبو آدم اللي هو صاحب صفحة شوية عجل. أستاذ عمر لو سمعتني، لو إنك سمعني كويس، أنا اللي قابلتك في المعمل بعد ما اتصلتوا عليا وجيت واتفاهمت أنا وإنت على السعر، وكان الممرض اللي هو صاحب عين الدم موجود. وافتكر كويس لما كنت انت وصديقة ليك الرقم عندي وكله. وافتكر لما اتصلت على حضرتك وقلت لك انا عايز الاشعاعات والورق عشان اقدم بيه للمحافظة اخد قبضة او اخد اي حاجة تساعدني، وحضرتك رفضت، قلت لي طلع غيره او اي حاجة. وبعد كده ما تواصلتش معاك ابدا لاني طلبت منك مرة واحدة، ولكن انا موجود. يومها ربنا يعلم انا اتبرعت ليه او الكلام ده كله، كل واحد عنده ظروفه. وفعلا انا كنت في ظروف اقوى مني، لان بالفلوس دي يمكن نجتها. يعني ما فيش داعي اتكلم او احرج نفسي. انا معترف بالغلط، ولكن انا ما كنتش افكر انها وصلت لدرجة التجارة. حتى لو تتذكر اخر مرة واحنا عند الدكتور في المهندسين لما اتكلمت على ابرة الفيروس اللي هي ضد الكحة او العطسة وقت ما يعملوا لك العملية وينقلوا لك العضو مني انا، قلت له يا دكتور المعمل ما يقدرش يوفر الابرة دي. قال لك لا، المعمل بيكفي انه يوفر لك المتبرع. فاكر الكلام ده؟ وانا بقول الكلام ده ومش خايف، او معنى صح بقوله واني استخبى، لا بالعكس، اللي ضحكوا عليا هم اللي المفروض يستخبوا مني.
انا مش بوجه لك اي اتهام يا استاذ عمر، وانت عارفني كويس ان انا راجل صادق، ولكن انا بوجه اتهامي للمعمل. لان وقت ما كنا هناك قبل ما حضرتك تيجي وتقابلني كان في فلسطيني جاي برضه عايز عضو، وصلت لدرجة ان واحد جايب طفل عنده 14 سنة، وفعلا الراجل خد منه عينة الدم الممرض. انت فاكره كويس، واكيد لما اطلع في التلفزيون او اتسأل مسألة قانونية اقول على كل شيء. طبعا المعمل معروف، وقتها انت عارف ومتأكد انه كان في الجيزة قبل ما ينقل لمكان تاني حاليا. ولكن وحتى لما رحنا عند الدكتور، فاكره انت طبعا دكتور المهندسين، تمام؟ ولما رحنا العملية ودخلت النادي انا واخوك لحد ما انت توصل نادي، والله ما انا فاكر نادي الصحفيين او نادي المحامين في المعادي، كان قريب جدا من المستشفى. من الاستاذ عمر والراجل اللي انا اتبرعت له اني بيني وبينه كل احترام، وبعدين تقريبا ان بقت في صلة رحم بيني وبينه، يعني دمي بيجري بدمه دلوقتي. اذا كنت فعلا هتعمل برابطة الدم اللي بيني وبينك يا استاذ عمر، تطلع وتقول انك فعلا اتجمعت معايا عن طريق المعمل، اذا كان فعلا في رابطة دم بيني وبينك. بيتهيألي اكرم واحسن مليون مرة انك تقول الكلام ده بطريقة تانية. ما علينا، نرجع مرجوعنا للأبلة مروة المسكينة اللي شايلة هم يخرب بيتها لأنها غلبانة ومعرفش هي جت في السكة دي ازاي. يا أبلة مروة، انت لما حد اداك المعلومات اللي وصلتك دي كلها، انا عارف انها وصلتك عن طريق واحد متبرع ما قدرش يطلع ويتكلم، وعارف ان ما عندكش دليل، وعلشان كده انا طلعت واتكلمت يمكن علشان اسندك، ولكن مش بشرط. لا، انا ما اقدرش اقول كلام ما حصلش، انا اقول على اسم المعمل واسم الدكتور والتبرع والكلام ده كله، ولكن اللي ما اقدرش اقوله ان انا اتهم وفاء عامر لاني انا ما شفتهاش، او التانية دي اللي شبه التوك توك دي ومساجدة دي ولا اسمها ايه. ولكن وفاء عامر والله العظيم انا عمري ما شفتها غير على التلفزيون وفي التلفون ومقاطع التواصل الاجتماعي، وحاولت اتواصل مع الاستاذة ريهام سعيد او الاستاذ مرتضى منصور وده ما حصل. نرجع مرجوعنا للمعمل. اتواصلت مع المعمل من حوالي 5 ايام وكلمتني الدكتور، كلمني الدكتور. فاكرني يا دكتور كويس؟ يا دكتور اكيد لما تشوف مقطع الفيديو هتفتكرني. كلمت مع حضرتك اما اتصلت على رقمكم الارضي ورد عليا الموظف، ورجعت انت حضرتك اتكلمت معايا حوالي تلت ساعة وحاولت توهمني اني اصرف نظر عن الموضوع، ولكن ده مستحيل. يعني الحاجة الوحيدة اللي انا عايز اعملها صح في حياتي انتوا جايين تمنعوني عنها، والله ما هتمنع عنها. يمكن بعد ما اموت اكسب احترامي النفسي او ولادي يكسبوا احترام، ما اعرفش. المهم ان انا ما دام مقتنع ان ده الصح، والله العظيم لا اعمله يا دكتور، ولا اقدم الشكوى في النيابه الاداريه، ماشي؟ لاني انا صادق، والعمليه موجوده والناس موجوده واللي اتبرعنا له موجود، واللي خد عينة الدم انا عارفه، والدكتور انا عارفها، والدكتور اللي عمل لي العمليه، والمستشفى اللي اتعمل فيها العمليه. بعد كده اتصلت بالدكتور على رقم الدكتور اللي عمل العملية. ردت عليا دكتورة، أول الكلام: يا دكتورة أكيد أنت فاكرة المكالمة من 5 أيام. قلت لي أنت عندك كام سنة؟ قلت لك على عمري. رديتي عليا وقلت لي طب أنا عندي 62 أو 63 سنة، وأنت مشكلتك كلها مع المعمل اللي أخد منك العينة وخزنها لحد ما جه الزبون اللي شال. حصل يا دكتورة. وقلت لي إن الدكتور بتاعك معلش أي مسؤولية، لأنه المسؤولية كلها بترجع للمعمل، المعمل هو اللي بياخد وهو اللي بيدي. وبعدين انت هتروحي فين يعني؟ اكيد لما توصل الشكوى للنيابة الادارية اكيد هيجيبوا المكالمة. انا ما بسجلش لحد عشان اكون صادق، والله العظيم لا بسجل ولا هسجل، لاني لا خايف لا منكم ولا من بتوع المعمل ولا من غيركم. ولكن المفروض انتوا اللي تستخدموا، انتوا اللي غلطتوا، انتوا اللي بتخالفوا شرع الله.
وانتوا اللي بايعين ضميركم عشان الفلوس. انا مش عايز فلوس من حد. فقير، والله العظيم والله العظيم انا ما محتاج منها. وبعدين ما تنسوش انكم اتصلتوا عليا بعد موضوع وفاء عامر، لما اتصل عليا واحد مرتين من رقم خاص، تمام، واتكلم معايا على اساس ان انا اشهد على وفاء عامر. انا ماشي، انا بساند مروه، ولكن انا ما شفتش وفاء عامر اصلا، ولا حصل اي كلام بيني وبينها، واقسم بربي انا عمري ما شفتها غير في التلفزيون، وانا واحد من ضمن الناس اللي راحوا ضحيه في الموضوع ده. فاطمنوا يعني، والله العظيم ده وعد، لا عمري اخاف منكم ولا استخبى منكم. والشكوى في النيابه انا اوصلها للنيابه، والتحقيقات والتحريات هي اللي هتثبت اذا كنتوا ماشيين بما يرضي الله ولا بايعين شرع الله. وانا موجود. يا خرابي لو انه المعمل الاولاني يا دكتوره، فاكره وانت طالعه وانت نازله في الاسانسير كنت بتشوفي قد ايه ارقام بتاعت ناس على الحيطان عندك في المعمل؟ فاكره الارقام اللي كانت بتتكتب للمتبرعين وللي عايزين؟ وكل ده كان بيحصل عن طريق الممرض اللي كان موجود عندك. ما اعرفش، يمكن يكون غلطي بسيط عند ربنا، انما غلطكم انتم والله العظيم عرفت. طب اذا كنا احنا اللي فقراء ومش لاقيين ناكل، يعني ما بنعملش الغلط الجسيم، طب انتوا دكاترة ومتعلمين واصحاب مناصب مرموقة تعملوا ليه كده؟ عشان الفلوس؟ طب ما انتوا عندكم فلوس يخرب بيكم وبيت ابو الفلوس معاكم. عايزين تاخدوا ايه؟ عايزين تاخدوا الدنيا كلها؟ عايزين ايه؟ انتوا عايزين ايه؟ والله العظيم والله العظيم لو حكمكم بايدي انا ما اخلي حد منكم. يخرب بيكم، بتبيعوا وتشتروا في لحم الناس 24 ساعة. على كل حال انا بوعدكم اني ما اسيبش حد منكم الا وانا موقف قدام القاضي في المحكمة. ولكن كلمة اخيرة انا بقولها، متشكرين يا مروة، يمكن اكون راجل وانت طلعتي اجدع مني انك قوتيني اني اتكلم، ولكن انا عندي وعد يا مروة. انت ما عندكش دليل او شهادة، ولكن انا الدليل والشهادة ده اول شيء. ولكن قبل كل شيء انا والله يا مروة انا ما اعرف وفاء عامر ولا تعمل. انا بقول لك الكلام ده على اساس انت كمان تبقى عارفة اني انا ما بظلمش. ولكن المعمل اللي هو بياخد وبيبيع وبيشتري وكل شيء ده انا عارفه، لانه هو اخد مني. انا موجود، انا مثل حي موجود ومستعد اطلع في اي مكان واقول الكلام ده. اللي عايز يوصل لي اتواصلوا مع الراجل المحترم اللي هو ابو ادم، اللي هو صاحب الصفحة اللي بينشر عليها، لان انا لا بعرف انشر ولا ودي. واللي يقول ان احنا واخدين فلوس او الكلام، وحق المصحف الشريف يمكن اكون افقر واحد في بلدنا وما الاقي ولا حاجة، عشان تكونوا عارفين يعني. ولو كنت عايز فلوس كنت قبلت الفلوس من بعد اول فيديو لما اتصلوا عليا وحاولوا يتواصلوا معي علشان اشهد على وفاء. انتوا يعني بلاش تجرحوا في الراجل اللي بينشر، لانه راجل محترم ومالوش علاقة. اللي عايز يعرف الحقيقة يطلبني انا وانا اللي هقف وانا اللي هقول الحقيقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع مش شخصي، الموضوع قضية بلد. لما واحد محتاج علاج مش المفروض يطلع من المستشفى ناقص عضو، ولما واحد غلبان يحتاج فلوس مش المفروض يلاقي جسمه هو السلعة. أنا بناشد أي حد عنده معلومات أو يقدر يساعد ربيع في قضيته ما يترددش يراسلنا على الإيميل اللي هيظهر على الشاشة. وفي الحلقة الجاية هنقول لكم مين اللي واقف معانا ومين اللي قرر يساعد ربيع. كان معاكم عبد السلام محمد من قناة شوية عقل، وسلام مؤقت للحلقة الجاية.